اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم امين. ما تقلقوش خالص وما تروحوش في حته، ده مش فيديو مشتريات خالص. النهارده معايا هو فيديو مختلف شويه. كانت طلب مني من فتره جدا كبيره، من الشهر اللي فات تقريبا، ان انا لما اجي اعمل الاكله ديت ابقى اصورها لكم، وعرفوني اذا كانت نوعيه الفيديوهات ديت حابينها نعملها على القناه الفترات اللي جايه ولا لا. اكتبوا لي يعني في التعليقات اذا كان ايوه يا اسراء اعملي لنا نوعيه الفيديوهات دي، معلش، ولا لا. النهارده معايا فيديو اللازانيا دي. اللازانيا دي اللي كنت جايباها من الشهر اللي فات، والله العظيم لسه النهارده هعملها. انا بس كنت فتحتها عشان اشوف شكلها من جوه في علبه ولا لا، لاني كنت جايباها من سنتين تقريبا، اللي هي الايطاليانو، كانت في علبه كده جواها، فدي لقيتها لا متفرغه يعني جوه العلبه دي بس. فقررت ان انا اعملها معاكم. ايه رايكم؟ النهارده الاكله دي هي ما كلفتنيش حاجه خالص غير اللبن دوت اللي انا بجيبه من عند عاشور، اسواق عاشور جنبي، ب 12 جنيه، بقى ب 12 جنيه الكيلو، هو خفيف. انا بجيبه بس للبشاميل، للحلويات، للكلام ده كله. وطبقين الجبنه دول، واحد ب11 وواحد ب11، يعني 22 جنيه و12 جنيه. 22 و12 34 جنيه بس. باقي الحاجة دي كانوا حتتين جبنة عندي، باقيين برضك من مشتريات علبة الجبنة الشهر اللي فات. كنت جايباها للفطار، فاتبقت المكعبين دول قلت اطلعهم. البشاميل دول كانت عندي برضك في المطبخ، الكيس ونص، كنت استخدمت كيس ونص واتبقى النص دوت، واتبقى الكيس ده مقفول، فطلعتها طبعا عندي. الجبنه دي كانت في الفريزر عندي اهي متلجه، رحت مطلعاها وقلت اكمل بباقي اللبن اللي عندي، ده كان في الفريزر طلعته وغلياه وخلينا كده. وعندي اللي هي اللحمه من الشهر اللي فات، كنت عاملاها في بشاميل، فكنت معصجه اللحمه كلها دي من الشهر اللي فات لما كنت جايبه اللحمه المفرومه البلدي. عصجت نصها في بشاميل، والنص التاني دوت كنت شايلاه في الفريزر عليه شويه صلصه بسيطه، فانا هزود عليه بقى. فخلينا كده ندخل بقى على الوجبه. مكلفتنيش زي ما قلت لكم غير الجبن واللبن 32 جنيه 34 جنيه بس. باقي المكونات عندي، تخيلوا. يلا خلينا ندخل كده في الفيديو وعرفوني، بس ما دعناش لسه، لجميع امواتي وامواتكم وجميع موتى المسلمين اجمعين، اللهم ارحمهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم، اللهم امين. معرفتكوش بردك بنفسي، الكلام خدنا. انا اسمي اسراء، ما تنسوش اللايك للفيديو لو عجبكم، وخدوا جوله كده في القناه لو عجبتكم. انا بعمل فيديوهات ميزانيات مشتريات، بعرفكم اسعار السوق في الخضار، في اللحوم، في كل حاجه في السوق لما بجيب المشتريات. وحضراتكم طبعا ما بتاثروش في ان انتوا تعرفوني اسعار السوق عندكم عامله ايه، اسعار الخضار اليوم. بعمل افكار للتوفير، جداول للاكلات، مشتريات لرمضان، بنعمل حساب لرمضان من قبليها وخزين رمضان من قبليها بفتره، علشان خاطر ما نجيش نتزنق قبل رمضان ونقول الاسعار غليت وما كناش عاملين حسابنا. خصوصا ان كمان رمضان اوقات كتير بيجي في الامتحانات وفي الدراسه الفتره اللي احنا فيها دي. وكمان بعمل افكار للتوفير وافكار للحصاله، ازاي نوفر في مصروف البيت، وازاي نعمل حصاله ونطلعها امتى علشان نستفيد منها. خدي جوله كده في القناه، ويا رب القناه تعجبك وفيديوهاتي تعجبك. بس ما تنسيش لو ما كنتيش اشتركتي اشتركي معايا في القناه، يلا علشان نكبر عيلتنا الجميله واخواتي في الله. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، بحبكم في الله. وما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، ويلا بينا ندخل بقى في الفيديو كده. ونشوف انا هعملها ازاي. انا المره اللي فاتت لما كنت عاملاها سلقتها، المره دي بصراحه ناويه ان انا ما اسلقهاش وهعملها زي ما هي كده. وخلينا نشوف بقى يا صابت يا خابت، وربنا يستر على الوجبه، بس هتتاكل هتتاكل، مفيش حاجه هتترمي عندنا، لان زي ما احنا شايفين الاسعار. يلا بينا ندخل. الحاجات دي ما بتطلعش الا للشديد القوي، ماشي، الحاجات دي بتاعت النيش وما بتخرجش الا للشديد القوي. فخلينا نشوف الوجبه هتتعمل ازاي. خلينا بقى ندخل في الفيديو ونشوف عملنا ازاي. عايزة بس الاول اقول لكم ان الفيديو ده متصور من بدري، داخل تقريبا في شهر. والحاجة ديت المفروض اللازانيا دي انا كنت جايباها من شهر 12 تقريبا شهر 12، يعني بقالها تقريبا 3 شهور.
ما عملتهاش، وسبحان الله يعني كل ما اجي اعملها يحصل حاجه فكنسل عنها، او ان انا خلاص اكنسل ان انا اعملها وكده. المهم خلينا بقى نعيد الصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم امين. اهلا وسهلا بكل حد معايا في القناه، مشرفيني ومنوريني. انا اسمي اسراء، ما تنسوش اللايك للفيديو لو عجبكم. هو طبعا يعني الفيديو هقول لكم على حاجه، طبعا كتير بيعمل اللازانيا يمكن احسن مني بمليون مره، بس رايي بصراحه انا طعمها لذيذ حلو، بس اللي بستلذها اكتر البشاميل. كانت جميلة، هتشوفوها شكلها في الاخر الفيديو، كانت تحفة وسايحة كده عارفين حاجة كده لذيذة والله العظيم. بس بصراحة بستلذ المكرونة احسن من اكتر من اللازانيا. يعني بحس اللازانيا كده ملزقة كده مش عارفة ليه. اول مرة اعملها ان انا احطها نية، بس خليت صوص البشاميل خفيف، مش خفيف قوي ومش تقيل قوي، بس خليته خفيف اللي هو عشان تستوي جواها. دي حاجة. الحاجة التانية، لو هتعملي في بايركس زي ما انا عملت، هدي النار من تحت، ولما تحسي ان هي خلاص استوت، او اللي هي خلاص استوت من تحت، ابدأي ان انت ولعي الشوايه، عشان لو عليتي من تحت هتلاقي من تحت اتحرق منك بسرعه وهي تكون لسه ما استوتش. انا دي تاني مره برضك ما اخدش بالي، لان عملت قبل كده بشاميل، كانت اول مره في حياتي بعد ما اتجوزت اعمل فيه بشاميل. ابص لقيته من تحت مشعوط خالص، والمكرونه اتحرقت، وكانت حاجه كده. انا قلت العيب فيا، فاتاري طلع ان المشكله فيه هو ان لازم تكون النار مهديه لانه ازاز. بس في حاجه بس عايزه انبه عنها، او ان انا يعني اقول لكم، انا شفت الفيديو لقناه ما، انا مش متابعاها، بس الفيديو وقع قدامي بالصدفه. كانت مصوره عندي هنا في السوق لحد يعني لشخص يعني بيبيع لحمه وكده، فهو كان قايل ان اللحمه عنده 140 جنيه في الفيديو، في قلب الفيديو. عايزه اقول لكم، رحت شخصيا سالته، لقيتها مش ب140، لقيتها ب180، مش ب140 خالص. فخدوا بالكم من الاسعار، ممكن يكون البياع نفسه هو بيقول سعر عشان خاطر يشار لنفسه والناس تيجي تشتري منه، واليوتيوبر ما تبقاش عارفه ان هو فعلا كده بيشهر او لا، او السعر ده حقيقي، لان هي واخداه من بق البياع. لكن الحاجه اللي انا بشتريها اللي هو الجولتين في السوق، لما جبت الحاجه وسالته كان قال لي نفس السعر اللي انا جبت بيه، وكان حد جه كمان وقال نفس السعر اللي قالهولي، فاللي هو يعني فاهمين قصدي ايه. فخدوا بالكم برضك من النقطة دي، ممكن يكون الشخص هو يعني اللي صورت وكده ما تعرفش فعلا ان هو ايه، بيقول سعر واللي بيبيع بيه سعر تاني. بس خلينا بقى، عايزه اقول لكم كان عندي حتتين جبنه نستون كده، ادت لذاذه للبشاميل حلوه جدا. وزودت صلصه وقرنين فلفل حاميين كده على الصوص البولونيز اللي انا هحطه، بس كانت جميله والله بجد. كانت اللحمه نفسها حلوه تحفه، والبشاميل. حابه اعرفكم على قناتي. انا قناتي بقدم ميزانيات، عارفه ان في ميزانيتين متاخرين عندي، بس والله خليني هتكلم معاكم بكل صراحه، اقسم بالله اقسم بالله. عارفين انا دماغي حاسه ان هي واقفه، حتى انا مقصره في ان انا انزل فيديوهات، مقصرة جامد، مهملة القناة بمعنى أصح. ليه؟ لأني أنا يعني عايزة أنزل حاجة مش مشتريات على طول وخلاص، لا، أنا اللي بجيبه بصوره عشان أقول لكم الأسعار عندي كذا، أو إن أنا مثلا جبت أكلة النهاردة كلفتني كذا. بس لكن مش إن أنا أجيب عشان مشاهدات، لا، أنا بحب إن أنا أستنى علشان خاطر افكر ان انا عايزه افيد المشاهد، مش ان انا انزل فيديو يجيب مشاهدات وخلاص. مش هدفي ابدا ان انا اجيب مشاهدات، على قد ما انا هدفي ان انا لازم افيد. انا دي حاجة هتحاسب عليها قدام ربنا، لا مشاهدة هتنفعني ولا لايك هينفعني ولا اي حاجة هتنفعني، غير اني انا هل فدت الناس ولا كنت بتعملي كده عشان مشاهدات. لا، انا مش عايزة مشاهدات، انا عايزة بس اركز الفترة دي بس تعدي كده بخير يا رب، ربنا يعديها على خير من حياتي، يعني لاني في كده كم موضوع معايا، وان شاء الله هرجع لكم وبقوة ان شاء الله بامر الله تعالى. بقدم ميزانيات، الميزانيتين اللي متأخرين عني انا بعتذر من الاختين اللي طالبينهم مني، والله العظيم لازم عشان انزل ميزانية اكون مركزة فيها وعشان اقسمها صح. فانا بس استعيد قوايا كده في ان انا اظبط الميزانية صح، وابدأ ان انا انزلها لحضراتكم.
دي حاجة. ندخل بقى في موضوع القناة. انا بعمل ميزانيات بقدم لكم مشتريات عشان اعرفكم اسعار السوق، وتعرفوني اسعار الخضار عندكم او اللحوم او الاسعار عندكم في العموم عاملة ازاي. فبنحاول نفيد بعض من حتة الاسعار. اني لو حد يعني انا كان في منطقتي كان في كذا حد، مش استاذة منال بس، لا كذا حد معايا. طب هو فين دوت؟ فببدأ ان انا اعرفها عليه. في ناس بتبقى مثلا من نفس منطقتك ما تعرفش اماكن بتبيع حاجات رخيصة او حاجة، فتبدأ انت تعرفيها. لو وقع قدامك التعليق بالصدفة، ده انا في المكان الفلاني، فاهمين قصدي؟ بنساعد بعض، بنعاون بعض بمعنى اصح. يعني فاهمين، بنشيل بعض، فاهمين انتوا وجهة نظري. بس فبحاول ان انا اقدم لكم افكار اقتصادية ان شاء الله بامر الله. هنزل قريب كده بفكرة فيديو حلوة ان شاء الله تعجبكم، كانت طلب برضك مني، فهبدأ ان انا اجهزه كده واظبطه مع حضراتكم وانزل لكم بيه بامر الله. ببدأ ان انا اعمل لكم فيديوهات لخزين رمضان، اللي الاسعار من قبل رمضان بتبقى عالية، احنا من دلوقتي عالية، فاضربوا اضعاف الاسعار ديت. فبنحاول ان احنا قبل رمضان مش بشهر ولا 2، لا ب3 4 5 شهور نعمل حسابنا في خزين لرمضان، في شنط رمضان اللي اتكلمنا عليها وقلنا ان احنا لو طلعنا بس كيس رز من الرز اللي عندنا في البيت، والله ما هينقص حبايه واحده، بالعكس ربنا هيزيد البركه فيه. فحاولي كده ان انت يعني عارفين دي اسمها تجاره مع الله. كيس ملح مع كيس سكر مع كيس مكرونه، واديهم لاي حد انت شايفه انه يستحق او محتاج. فبنحاول نعمل بردك الافكار ديت، ان احنا نخزن لرمضان من قبليها بفتره، عشان ما نضغطش في اسعار اللي قبل رمضان، مع دراسه مع دروس مع امتحانات. فطبعا كل دي مصاريف علينا، وكل ديت ربنا يعين كل اب وكل ام وكل بيت على اللي فيه يا رب. ربنا يرزق الجميع من حيث لا يحتسب يا رب ولا يدري، اللهم امين يا رب. بس خدوا بالكم ان اللي احنا فيه دوت ابتلاء من ربنا، ابتلاء عظيم. ليه؟ ما نزل ابتلاء الا بمعصية، وما رفع الا بمغفرة او بتوبة. فاحنا لازم نتوب لربنا، او ان احنا نرجع لربنا ونستغفره، لان احنا افترينا على بعض كتير بصراحة. يعني عارفين ان انا بقعد كده والله اوقات بتجيلي خواطر كده مع نفسي، اللي هو الناس بتفتري ليه على بعض، فاهمين؟ يعني انا كنت بفكر في الموضوع، وسمعت وانا في القرآن، يعني في اذاعة القرآن، وما قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. فاللي هو احنا يعني استحلينا سفك الدماء في كل حاجة، استحلينا ان احنا نذم في بعض، استحلينا ان احنا نجيب سيرة بعض، استحلينا ان احنا نبص لرزق بعض. ديت حاجات احنا مستحليينها في حياتنا. ما بقولش ان انا ملاك، لا، اوقات طبعا الانسان ضعيف، ممكن تيجي سيرة حد مش عارف ايه فيبدأ ان هو يتكلم عليه لو هو زعلان منه، يقول ده، فاهمين؟ ده ممكن استحلال، يعني ما هو دوت انا بستحل سيرته في ان انا بنم عليه مثلا. فاحنا كلنا كده، فخلينا نرجع شوية عن اللي احنا فيه، خلينا ما نبصش لبعض، ما نبصش لحياة بعض، ما نبصش لرزق حد، ما نبصش لحياة حد، ما نجيبش سيرة حد مش موجود. لو مثلا حد مضايقك في حاجة التمسي له العذر وقولي يعني يلتمس لأخيك المسلم 60 عذرا، يعني فاللي هو التمسي عذر. خلي دايما حسن النية. يعني انا ما بيحصل مثلا مواقف كده في حياتي، فببدأ ان انا هسيء الظن، فاقول لا يا رب خلي عندي حسن ظن ان مثلا اللي قدامي ما كانش قصده، او اللي عملت كده ما كانش قصدها، او فبحب ان انا التمس اعذار بحتسبها عند ربنا. لو كان اللي هو عكس حسن ظني، فاللي هو ربنا طبعا هيجازيني عنها خير. لكن لو اللي هي طبعا ربنا اعلم بالنوايا ولا يعلمها غيره، يعني فهو ربنا اعلم بكل واحد ونيته ايه او اللي في قلبه ايه. خلينا نرجع للحاجة الجميلة، العسل بقى. دي عايزة اقول لكم والله كانت عجباني بسبب ان هي كانت جوسي قوي، فكانت تحفة.
تحفة تحفة يعني ما اقولكوش. بس اتاكلت الحمد لله، اللهم لك الحمد بألف هنا وشفا يا رب. انا عجبتني. بس بحب البشاميل اكتر يعني بصراحة، المكرونة مش اللازانيا. يمكن دي اخر مرة هعملها. اللهم لك الحمد. كانت حلوة لذيذة، جربوها اللي حابب يجرب. بس ايطاليانو احلى بكتير في اللازانيا عن الملكة. الملكة ما بحبهاش لا مكرونة ولا اي نوع بصراحة، لاني بحسها تخينة كده وتقيلة لزجة. لكن اي نوع مكرونه تاني خفيف كده بحبه. بس ده كده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يعجبكم، اتمنى اكون خفيفه على قلوبكم، اتمنى تكونوا بتحبوني زي ما انا بحبكم في الله. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. و بحبكم في الله يا رب. الفيديو بس يكون عجبكم. بصوا بصوا سايحه سايحه والله العظيم، انا بحبها كده بصراحه. دي لو في بشاميل بقى تبقى رهيبه رهيبه رهيبه. فيعني ما قدرتش اصبر، قلت لا لازم اجربها معاكم كده وانا واقفه. طعمها كان لذيذ حلو. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك للفيديو وتشتركوا في القناه، وخدوا جوله كده في القناه، جايز اي حاجه فيها تعجبكم او تستفيدوا. دعوه من القلب ليا لو اي حاجه عجبتكم من القناه واستفدتوا منها. مع السلامه.